السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم بقى النهارده فيديو يفتح النفس. ايه بقى الحاجات الحلوه دي؟ الفرخه بقى دي مشويه ديت ولا محمره ولا ايه؟ وايه الورق العنب التحفه دوت؟ كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان اقول لكم بقى عملت الفيديو الفرخه اللي مش تعرفوش هي مشويه ولا محمره من حلاوتها ديت. يلا بقى نسمي بسم الله. شايفين ملكه ما شاء الله بتحب تاكل الجلد، يعني هي موطيه كده تاكل الفرخه، ما بتحبش النسايق. هي اي حاجه فيها جلد بتاكلها. جبت بقى ايه، مسكت الخضره بقى غسلتها كويس، وهغسل بقى الرز زي ما انتم شايفين اهوت كام مره كده لغايه ما الاقي الميه بتاعته ما شاء الله بقت فاتحه خالص. انا اليوم دوت كان عندي فيه عزومه، يعني حد صاحب جوزي كده كان جاي، فجوزي قال لي تعملي ايه؟ قلت له انا عندي ورق عنب في التلاجة وهعمل شويه خلطه واعمل محشي وخلاص وفرخه خلاص. قال لي خلاص ماشي. جبت بقى جنبها شيبسي شويه مخلل، عملت كان عندي مانجا في التلاجة طلعتها عملتها عصير بس وخلاص. ما قدرتش صراحه ان انا انزل اشتري بقى حاجات طلبات، قلت اللي موجود في التلاجة انا هعمله. زي ما انتم شايفين اهوت. اهم حاجه في الخلطه بتاعه المحشي ان تغسلي الرز كذا مره، يعني مش تقولي بقى ده مش رز معمر مش هيبان فيه يعني لازم لونه يبقى فاتح، لا لازم اي حاجه تعمليها تديها حقها. خضره تمسكيها تغسليها كذا مره لغايه ما تبقى زي الفل. رز برضو تغسليه كذا مره لغايه ما يبقى حلو. انتوا شايفين اهوت. انا بقى ما رضيتش اطول عليكم الفيديو واجيب من اول طريقه عمل الصلصه، انا عملتها معاكم ووريتها لكم كذا مره في الفيديو. زي ما انتوا شايفين اهوت. بس يا دوبك دلوقتي انا بقلب الرز على الخضره، الرز والخضرة والصلصة. كان في قرن فلفل قطعته، كان في قرن شطة كده حامي حطيته، كان مخلي المحشي مولع بس كان طعمه حلو قوي. كان في فصين توم كده كمان دقيتهم وحطيتهم مع الخلطة اللي انتوا شايفينها ديت، والملح والفلفل بقى والسبع بهارات، شوية كزبرة ناشفة، شوية بابريكا. ظبطي كده بقى ايه انتي التوابل بتاعتك زي ما بتحبي. حابة تحطي شطة كمان حطي، انتي بتحبي الاكل مشطشط زودي شطة، مش مشطشط ما تحطيش. زي ما انتوا شايفين اهوت. الفلفل بقى والفلفل الاسمر والفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر في المحاشي بيديله طعم تحفه، يعني سواء في الخلط او سواء مثلا وانت بتعملي مثلا بتنجان وكوسه تحطي قرن فلفل كده تحشيه، بيدي طعم حلو قوي. كنت انا خلاص بقى خلصت الخلطه اهوت الحمد لله، والله الوقت ما خدش مني حاجه. جبت بقى الفرخه اللي كانت عندي في التلاجة، طلعتها غسلتها الاول كويس قوي، وجبت بصلايه. عملت فيها ايه؟ جبت بصلايه حطيت عليها شويه ملح صغيرين وشويه فلفل، وقمت جايه ماسكاها بقى ماسكه الفرخه كلها، مدخله فيها البصل كده بين الجلد من قلب الفرخه من جوه، عشان الفرخه ميبقاش فيها ولا ريحه زفاره، يبقى نفسها عامل زي المشوي. ان والله العظيم الفرخه اللي تحسها كانت مشويه مش مسلوقه ومتحمره. وانتوا صراحه شفتوا شكلها ازاي كان عامل ازاي في اول فيديو، وطعمها مش هقول لكم بقى كان عامل ازاي. حضرنا بقى الميه اللي بتغلي. الناس اللي لسه مبتدئه خالص ما تعرفش بقى تسلق اللحمه، في ناس كتير مغتربين، انا ببعتهم لهم سلامي في الفيديو دوت واقول ربنا يرزقهم ويوسع رزقهم. اتفرجوا بقى على الفيديو بتاعي كده، انا هنزل لكم كل حاجه بالتفصيل، لان الصراحه في كذا حد طلب مني انا ما بعرفش اسلق اللحمه ولا الفرخه، قولي لي انت بتعملي ايه؟ قلت لهم حاضر والله. اللي تجيبي ميه سخنه، ميه وتحطيها لغايه ما تسخن. اول ما تسخن تنزلي بقى عندك بصلايه طماطمايه، قرن لا بصلايه طماطمايه، جزرايه، ورق روله، ورق لورا، حبهان، شويه فلفل. لو الفرخه لو فراخ بنحط ملح في الاول، لو لحمه لا الملح بيبقى خلاص اخر نص ساعه بس كده. ونسيب الحاجة على النار لغاية ما تستوي. الفراخ عن تجربة انا لما بسلقها عرفت خلاص ساعة ونص الفرخة خلاص بتكون مستوية، يعني مستوية ما شاء الله النسير طيبة خالص. يعني الناس اللي بتحب الفراخ اصلا تكون دايبة تحت اسنانهم، او الناس اللي مش عارفين الوقت قد ايه، لسه مش عارفين ما يعرفوش في الطبيخ قد ايه الفرخة، ومش عايزين كل شوية يشوفوها بقى استوت ولا لا. ساعة ونص بالظبط اطفي على الفرخة هتكون استوت معاكي وتحفة معاكي. زي ما انتوا شايفين اهو بقى سبت الفرخة بقى تعيش مع نفسها، وجبت بقى ايه صينيه وقعدت على الارض بقى. انا المحشي ده بيحب الواحد ايه يعني يقعد يعمله كده بروقان. انا بحب اعمل الارضيه للورق العنب زي ما انتوا عارفين، بصلايه طماطميه جزرايه. ما كانش عندي جزر خلاص بقى اسكت، لا قلت لا خلاص حاطه الطماطميه اللي عندي والبصلايه، احط عليهم شويه ملح وفلفل صغيرين، وامسكهم بايدي كده ايه لغايه ما ايه يخليهم كلهم زي خليط واحد، وافرشهم في الارضيه، وارص بقى ايه رقات الورق العنب. بس كده شكرا. الفرخه هي كانت ما شاء الله، انا قلت بقى اوريها لكم شكلها كان عامل ازاي. اهم حاجه بقى الفرخه ديت ما تخليهاش على مثلا على جنب واحد، هي تبقى على بطنها وخلاص، لا انا هي المره دي دلوقتي على بطنها على صدرها، يعني اقوم جاي قلبها بقى على ظهرها عشان الفرخه تبقى مستويه من كل الجوانب. بس كده وشكرا. واول ما الميه تغلي معايا بتاعه الشوربه، اخلي الميه بتاعه الفرخه يعني اخليها وسط، ما خليهاش ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، وسط عشان الفرخه تدوب معاكي تستوي معاكي بروقان كده، وتبقى لحمتها دايبه كده وتبقى طعمها حلو. كنت خلاص بقى ايه خلصت ما شاء الله الورق العنب.
لفيته، قلت بقى ايه اما ازوده. بعد ما بتخلصي الورق العنب تجيبي ليمونه تقطعيها شرايح، معلقه زيت عشان يبقى معاكي المحشي ورق العنب كده بيلمع ما يبقاش ناشف. واهم حاجه الطبق اللي انتوا شفتوه دوت، الطبق ده لازمته ايه؟ هقول لكم الطبق ده لازمته ايه. ما بيخليش ورق العنب بتاعي يكبر. انا لما كذا مره عملته من غير الطبق ده تلاقي الصابع بقى صبعين تلاقيه كبر خالص ونفش. ايه ده؟ لا انا ما بحبش الصابع المحشي كبير كده. الطبق دوت وكمان بيخليه يستوي بسرعه، ما بيخليش ورق العنب بتاعك معاكي مجلد. في ناس بيقولوا مهما بنسوي ورق العنب وبنقعده على النار كتير بيبقى بيشد كده ومجلد. لا الطبق ده صدقوني اختراع. بس اهم حاجه يكون طبق ما بيتكسرش، يعني طبق ينفع يتحط على النار عشان يستحمل السخونه يعني. اكروبال صيني عادي يعني، اي طبق عندك. زي ما انت شفتوا اهوت خلاص بقى، اول ما بدا يغلي قمت جايه موطيه عليه النار وسبته بقى ايه يشمع مع نفسه كده. شايفين كان عامل ازاي؟ انا يا جماعه بحب ورق العنب ده جدا، مع اني وانا صغيره كنت استحاله اكل ورق العنب ده، والله العظيم كان استحاله ايه ورق العنب ده كان ممكن ممكن ورق خاص. عايزه ابقى اعمل لكم مره ورق الخاص ده بيبقى طعمه تحفه، بيبقى زبده. لما كبرت بقى خلاص لا اكلوني ورق عنب. انا بقى زي ما انتم شايفين بقى الرجول دوت، انا عندي مرض الرجول يا جماعه ما تقلدوش عليا، بحب اكل رجول الفراخ ما تفهميش ليه. خلاص بقى كده اهوت، طلعت بقى الفرخه وسبتها تهدى بقى عشان ايه احمرها. هعمل لها بقى خليط كده يخلي لونها وطعمها تحسيها مشويه. انا بوريكم اهوت ايه الورق العنب خلاص انا مهديه على النار وسايباه مع نفسه. جبت ايه بقى معلقه صلصه ومعلقه زيت، وهحط شويه ايه فلفل صغيرين كده وشويه ملح صغيرين، واقلبهم بالمعلقه قوي، ودوت هدهن بيه وش الفرخه عشان الفرخه معانا بقى تبقى من جوه متبله بالبصل والملح والفلفل ومسلوقه، وكمان من بره كده برضو متبله ايه بشويه الصلصه والملح والفلفل دولت، هيدوها طعم وتيست حلو قوي. زي ما انتم شايفين هو في الصلصه مثلا ما عنديش انا صلصه جاهزه، تحتين دوت كيسين كاتشب، معلقه كاتشب يعني اتصرفي. بس صراحه بيدوا طعم ولون حلو قوي. حطيتهم بقى تحت الشوايه، لما الصدر بتاعها كده احمر قمت جايه قلبها على الناحيه التانية عشان الفرخه تبقى ايه متحمره من ناحيتين. شايفين بقى الصوص اللي انا بحطه دوت، ده الصوص اللي طلع اصلا من الفرخه. ارميه؟ لا ده انت تحطيه بقى كده على الفرخه ودوقي بقى الفرخه عامله ازاي. بس بقى يا جماعه انا جوعت وزماني جوعتكم معايا خلاص بقى هو بقى ايه، انا قلت انا هغرب بقى الاكل بقى وهو سخن كده، قلت بقى اما اصوره لكم. انا غرفته زي ما انتم شايفينه كده اصلا، يعني هو كده انا حطيته كده قدام جوزي وصاحبه، ويا دوبك عملت ايه حطيت طبقين شوربه وطبق فيه ملح وفلفل وطبق فيه كيش شويه شيبسي يعني صغيرين كده، وايه تاني وطبق فيه شويه مخلل بس. وحطيت الصينيه زي ما انتم شايفينها كده بنفس المنظر ده. ايه رايكم بقى؟ بصراحه شكلها والله العظيم يفتح النفس. صابع المحشي دايب وصغير كده. لا 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 صراحة انا جوعت بزوني جوعتكم معايا يا جماعة. عايزاكم بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم بقى في الفيديوهات اللي انا بعملها. انت بتحب روتين التنظيف اكتر ولا روتين الاكل والاكلات الحلوة اللي تفتح النفس ديت؟ ولسه ما اشتركش في القناة بقى يا جماعة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. متنسونيش بقى بالتعليق والاشتراك في القناة. شايفين بقى سبع الورق العنب اصلا كان مزز وكان طعمه حلو قوي. احنا لسه بقى اصلا في موسم العنب، ورق العنب يعني لا طعمه صراحة خرافة. عايزه اعمل لكم ان شاء الله فيديو قريب عن تخزين ورق العنب، لان انا اصلا بخزنه من السنه للسنه ومعايا ولا بيجلد ولا لونه بيغمق ولا بيبقى طعمه بيتغير، بيبقى تحفه. هقول لكم على الطريقه ان شاء الله واعملها لكم فيديو ليه مخصوص. كان بألف هنا وشفا لينا نصيب ياكل بالفرخه الحلوه ديت والمحشي دوت. والله ربنا اللي بعيني يا جماعه، يعني صراحه والله انا ببقى يعني ممكن في الايام العاديه ببقى مكسله انا اصلا اقوم اطبخ ليا وللبيت يعني. بس لما بقى في حاجه زي كده الواحد ربنا اللي بيديله والله الصحه وانا صراحه بحب بيتي يبقى مفتوح، لان لو في عزومات لو لاي حد صدقوني الضيف اللي بيجي بياخد الشر معاه وهو ماشي، يعني بيجيب بركه للبيت وبياخد اي حاجه وحشه معاه وهو ماشي. شوفوا انا بوريكم الفرخه ما شاء الله استوت ازاي. زي ما قلت لكم والله ساعه ونص بالظبط، مهما كان حجم الفرخه بيكون خلاص استوت، تطفي عليها وتطلعي. الناس اللي لسه مبتدئه ان شاء الله بقى استناكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتوحشوني.